فرحة جديدة بالقصر الملكي. مبروك للعائلة الملكية الشريفة، الله يدومها فرحة على عائلتنا الملكية الشريفة، عائلة الملك محمد بن السادس حفظه الله ورعاه لنا وأبقاه دائما تاج فوق راسنا. قبل ما نبدأ ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك معي باش دائما تتوصلوا بكل جديد الأخبار المغربية. شكرا جزيلا لكم، والآن بعجلة إلى التفاصيل. فرحة جديدة ومتميزة بالقصر الملكي، الله يدومها فرحة. في تفاصيل ديال هاد الأخبار الجديدة، الأمير مولاي رشيد كانت عنده البارح السبت مناسبة سعيدة. هاد المناسبة هي الذكرى الثانية لميلاد ولده الأمير مولاي عبد السلام، الذي زف الناطق الرسمي باسم القصر الملكي إلى الشعب المغربي نبأ ازدياده عام 2022. ومن المنتظر أن يتم تنظيم حفل عائلي للاحتفال بذكرى ميلاد الأمير مولاي عبد السلام، وهو ثاني أبناء الأمير مولاي رشيد من عقيلته الأميرة لالا أم كلثوم. تزوج الأمير مولاي رشيد في نوفمبر 2014 من الأميرة أم كلثوم بوفارس نجلة مولاي المأمون بوفارس، اللي هو ولد الأميرة لالا خديجة إحدى أخوات الملك الراحل محمد الخامس جد الملك محمد بن السادس، واللي كان وليا في وزارة الداخلية وعاملا لمراكش المدينة. وكان الأمير مولاي رشيد قد رزق بمولود بكر في 2023 يونيو 2016 أطلق عليه الملك محمد بن السادس اسم الأمير مولاي أحمد. الله يدومها فرحة على عائلتنا الملكية الشريفة العلوية.